السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنعمل مع بعض النهاردة الفطير المشلتت بطريقة سهلة وبسيطة جدا، وان شاء الله هيطلع معاكم ناجح 100% لو اول مرة تعملوه. معايا هنا الدقيق طبعا حسب الكمية اللي انت عايزاها. الكمية اللي انتوا شايفينها ديت عملت لي 3 فطاير وسط. كل اللي احنا بنحطه على الدقيق معلقتين بس من السكر، ومعاهم رشة بسيطة من الملح، ونحط عليهم المية حسب الدقيق بتاعك، ونفضل نعجن فيها كده لغاية ما العجينة تكون متماسكة وطرية معانا، ما تكونش عجينة جامدة قوي. وهنفضل نعجن فيها كويس جدا لغاية ما العجينة تكون ناعمة كده زي ما انتم شايفين. هنسيبها ترتاح من 10 ل 15 دقيقة لو احنا في الشتاء. لو احنا في الصيف ما بتكملش 5 دقايق وبتكون تمام كده. هبدأ ان انا احط دقيق على الرخامة بتاعتي. شايفين العجينة بقت طرية ازاي؟ هحط دقيق كده على الرخامة وهقسم العجينة بتاعتي ل3 قطع عشان اعمل الفطيرة متوسطة، عشان انا الرخامة بتاعتي صغيرة. لو انت عندك طبلية كبيرة او رخامة اكبر من ديت ممكن تعمليها على فطيرتين او فطيرة واحدة كبيرة. هبدأ ان انا اشكل اول واحدة كده زي ما انتم شايفين، هقطعها وهفردها على الرخامة. معاكي نشابة او اي اداة فرد وهتفرديها كويس جدا. شايفين العجينة عملت معايا فقاعات هوا ازاي؟ فقاعات الهوا ديت هي اللي بتديني التوريقة الحلوة. هبدأ ان انا ارهفها كويس جدا جدا، عشان كل ما بترهفيها كل ما بتطلع معاكي مورقة اكتر. اهم حاجة الجزء اللي في النص تخلوه سميك اكتر من الطروف تخلوها رهيفة اكتر، عشان الجزء اللي في النص دوت اللي هيعمل لنا الوش المدور في الاول. وعشان ما تكتروش السمنة على الفطيرة وتبقى سمنتها ياما وتبقى تقيلة عليكم، تخلوها ما تحطوش السمنة على الفطيرة كلها، تخلوا السمنة في النص بس الفطيرة، والنص التاني ما يكونش عليه سمنة خالص، وتجيبوا النص التاني على النص الاولاني زي ما انتم شايفين كده. يا رب اكون قادرة اشرح لكم كويس. زي ما انتم شايفين كده حطيت على نص الفطيرة بس سمنة عشان ما تبقاش تقيلة، وهبدأ احط على النص التاني بنفس الطريقة. اهم حاجة زي ما قلت لكم الفقاعات اللي في النص ديت هي اللي بتعمل لنا التوريقة، والسمنة كل ما تحطي سمنة في الجزء ده بيعملك توريقة. يعني احنا لو حطينا الجزء ده على الجزء ده بدون سمنة هتلاقوها لزقت في بعض ومش هتبقى مش هتبقى مورقة من جوه. زي ما انتم شايفين كده كل تطبيقة بحط فيها سمنة علشان تبقى مورقة. ما ينفعش احط الطبقة على الطبقة التانية بدون سمنة، هتبقى عجين ومش هتبقى كويسة. هنطبقها بالشكل دوت وهحاول ان انا الفها كورة. هي مش هتقفل معانا كده، بس احنا نحاول نلفها بطريقة بسيطة كده، ما تقفلوهاش. انتوا لفوها بس بالشكل دوت، وبعدين نحطها في صاج كده ونسيبها ترتاح برضو من 10 ل 15 دقيقة لو احنا في الشتاء عشان السمنة تجمد معانا. هنحطها في الصاجون كده ونبدأ نفردها ونسيبها برضو 10 دقايق تاني علشان ترتاح. ما ينفعش نحطها في الفرن على طول. وبمجرد ما تاخد معاكم الوش دوت وترفع معاكم كده اعرفوا ان هي ناجحة 100%، وبألف هنا وشفا. ويا رب اكون افدتكم من الفيديو بتاعي.